تخيل معايا أنك تقدر تمشي للور في التاريخ أكثر من 40,000 سنة، تشوف أول إنسان كيرسم على جدار كهف، ومن بعد تشوف ملوك كينحتوا في الحجر، ومن بعد علماء كيجربوا الضوء في غرفة مظلمة، وفي الأخير توصل ليومنا هذا فين الصورة واحدة كدير في ثانية وكتوصل لعالم كامل. لكن السؤال الكبير هو كيفاش وصلنا من يد كترسم على حجر إلى كاميرا في الهاتف؟ هادشي اللي غنعرفو في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وكومنت، ويلا نبداو. قبل 40,000 سنة كان الإنسان البدائي كيعتمد على الجدران ديال الكهوف والأحجار باش يوثق الصيد ويحكي قصص ولا يعطي نصيحة للإنسان الآخر باش ما يقربش لشي حاجة. وكان أول ظهور ديال هاد الأحجار والجدران كان في أوروبا، وإلا مشينا لفرنسا غنلقاو كهف شوفي اللي اكتشفوه في سنة 1994. رسومات كترجع لأكثر من 30,000 سنة، وكانوا كيستخدموا أدوات بسيطة بحال الفحم والطين الملون. ولكن غتسأل كيفاش بقاو هاد الأدوات مدة طويلة؟ والجواب هو أن البيئة المغلقة والجافة ديال الكهوف ساهمت في البقاء ديالها إلى يومنا هذا، وبالإضافة إلى امتصاص الجدران الصخرية للمواد الملونة وتصلبها عبر الزمن. وهنا بدات اللغة الأولى ديال الصورة. مع تطور الإنسان وظهور حضارات بحال مصر القديمة وبلاد الرافدين اللي دابا هو العراق، بدا الإنسان كينتقل من الرسم إلى النحت. وبمصر مثلا غنلقاو تماثيل الفراعنة بحال توت عنخ آمون ورمسيس الثاني. وماشي غير مصر اللي كيستعملوا النحت، بل حضارات أخرى بحال الرومانية واليونانية اللي كنلقاو فيها فالنحت من أكثر الفنون انتشارا، وكانوا كيستخدموا أغلبيا في التعابير عن الآلهة المختلفة الخاصة بهم. وبدا كان انتشر بزاف حتى وصل لليونان في العصور الوسطى، وكانوا كيستخدموه في تصوير الأجساد الفلاسفة. يعني ولات الصورة ثلاثية الأبعاد في الحجر بدل الجدار. بداية العلم الحقيقي، وهنا كيبدا الدور ديال العلم في سنة 965 ميلادية. ولد واحد العالم رياضي وفلكي أبو علي الحسن بن هيثم، والمشهور بن هيثم، وتولد في بصرة. وكان مساهم الكبير في المبادئ البصريات، ودار بزاف ديال التجارب، ودار واحد الكتاب سميتو كتاب المناظير اللي كيشرح فيه كيفاش الضوء كيدخل من ثقب صغير وكيعطي صورة مقلوبة داخل غرفة مظلمة، وكان سميتها الغرفة المظلمة، وهي أساس ديال الكاميرا اللي كنشوفو دابا. من بعد قرون ديال التجارب جاء تحول كبير من فرنسا سنة 1826. العالم جوزيف دار أول صورة ثابتة في التاريخ واسمها View from the window at Logra، واستعمل صحيفة معدنية وضع عريض طويل جدا الضوء كان كيوصل ل8 السوايع. من بعد صاحب لويس طور الفكرة وخلق داكاريوتايب سنة 1839، وهنا بدا التصوير الرسمي في العالم. و1888 شركة كوداك خرجت كاميرا صغيرة للشاب، وكان شعار ديالها You press the button with the tourist، واللي كتعني غير صور والباقي عليهم. وهنا بدا التصوير كيدخل للديور ديال الناس. وفي الأخير من كهف مظلم في إنسان كيرسم أدوات بسيطة على الحجر إلى كاميرات اللي كنشوفوها في حياتنا دابا، واللي كتصور أي لحظة في ثانية. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك ودير لي واحد تعليق باش يحفزني باش نكمل في هذا المحتوى. ويلا بيس.